فوتوشوب سي سي 2018. السلام عليكم، انا محمد عمار وبرحب بيكم في قناة ستيب. اول خطوة ليك ان شاء الله باذن الله انت قادر تعملها. You can do it. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم في الدرس الثامن، وحابب أشكر كل الناس اللي ساعدتنا إن احنا نكمل واللي كملوا معانا من أول الدروس، وبرحب بأي حد داخل جديد معانا. وليا رجاء، يعني ما تدخلش تشوف الفيديو أو تنزله تستفاد منه وتسيبه وتمشي. يعني الموضوع ده بيفرق معاه جدا. يعني انت لما تعمل لايك أو تعمل اشتراك بالقناة أو تعمل تعليق، فده بيديني انا بستنتج منه ان يعني انا بحاول ان انا اقدم حاجة مفيدة ليك، وفي نفس الوقت بنحاول ان احنا ننشر الفيديوهات لاكبر عدد من يستفيد. فما تبخلش علينا بالموضوع ده. وندخل بقى في ايه النهاردة. الدرس على قد ما هو بسيط، على قد ما هو مهم جدا جدا. يعني قد لا يخلو عمل انت او اي حاجة انت بتعملها على الفوتوشوب ما بتكتبش فيها او ان انت بتعمل سيلكت فيها. فموضوع الكتابة ده مهم جدا. فخلينا نتعرف يعني على الجزء الاساسي اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. نتعرف على الجزء الاساسي بالنسبة للتكست وكده. وطبعا زي ما احنا عارفين قبل كده قلنا في الانواع اللايرز، لما قلنا تايب لاير اللي هو الايه التكست. خلينا دلوقتي هتقابلك مشكلة دايما. انا بيجي لي اسئله كتير على الخاص. هتقابلك مشكله، ويعني لو انت لسه مبتدئ في البرنامج فانت هتصدم. هتيجي تكتب هتلاقي نفسك بتكتب، خصوصا الكتابه العربيه، هتلاقي نفسك بتكتب يعني ميم نون واو او محمد مثلا، هتلاقي الميم لوحدها والحاء لوحدها وكده. طيب انا المشكله دي انا احلها ازاي؟ فاول حاجه هنعمل فوكس على المشكله نفسها دي، او قبل ما نبدا في اي حاجه. علشان انا اظبط الكتابه بتاعتي هدخل عند من edit، وهتلاقي عندك تحت preferences. تمام، الناس اللي متابعه معانا اكيد عارفه ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. وهتلاقي عندك تايب، او انك بتجيب جنرال او كنترول كي، يعني ده وانت عايز تجيبها بالشورت يعني. فهتلاقي عندك تايب. في التايب هنا انا طبعا انا عاملها ميدل ايست. فطبعا هنا هي هتلاقي هنا الايست ايشن. فالموضوع هنا ده لو هي معاك كده ده لازم تعرف ان هنا هتكون عندك المشكله. طيب لو هتعملها هنا على الميدل ايست، طيب ده بس ده يكفي؟ لا، ما يكفيش، لانك لو جيت كتبت تاني برضو في البرنامج هيجيب لك برضو نفس المشكله. فانت لازم تعمل لازم تقفل البرنامج وترجع تاني، هتلاقي الموضوع اشتغل معاك وبقى ايه زي الفل. تعالوا نشوف ازاي نكتب الموضوع بكل بساطه. عندنا هنا هتلاقي هنا الحرف التي دي اللي هي التكست بالشكل ده كده. هتلاقي اللي هو يعني الافقي والرئيسي. خلينا دلوقتي في الايه في الافقي. ده مجرد ان انا اول ما بعمل كليك هنا شمال هنا، لا ما ضغطت كده خلاص بقى ان انا ممكن اكتب اي حاجه، فسواء بالانجلش او بالعربي يعني. فانا هفترض دلوقتي ان انا هكتب مثلا هكتب سي انا دلوقتي بكتب بالانجلش. فانا هكتب مثلا انت قادر تعملها. تمام. لو تلاحظوا ان يعني هو عمال يكتب وبيجي كده. طبعا احنا هنتعرف دلوقتي على المحاذاه وكده. فعلشان انا انهي الامر ده اعمل ايه؟ اما في او ان انا اضغط هنا من الموف هنا وبالشكل ده واكبر. طيب خلينا يعني انا عايز ادي حاجه بس قبل ما ادخل في التكست والبروبرتيز بتاعتها. خلينا نشوف الاول حاجه الترانسفورم. يعني ايه ترانسفورم ده؟ ازاي ان انا اكبر الشيب اللي عندي او اصغره، اعمل روتيت، اعمل له ميرور، بدل افق خليه راسي، الحاجات ديت. وفي بعض الحاجات تانية فيها هنكملها قدام. فخلينا الاول دلوقتي بس عشان الدنيا تبقى واضحة بالنسبة لكم. انا هعمل كنترول شيفت ان كده كلير جديد، واعمله مثلا زي اعمله شيب مثلا وبالشكل كده. انا كتبت طبعا بالعربي
وجيت هنا على السلكت، خلاص احنا بقينا شطار دلوقتي وعارفين احنا الحاجات دي بنعملها ازاي. فانا لو جيت عملت بوكس زي كده وعملت له الت باك سبيس باللون ده كده، دلوقتي انا يعني انا خلاص احنا خدنا موف قبل كده، وان انت ازاي تحركه، ولكن ازاي ان انا اكبره او اصغره، سواء نسبه وتناسب او ستريتش او انزل فوق انزل تحت، اعمل له روتيت، اعمل له ميرور، الحاجات دي كلها نعملها ازاي؟ اول خطوه ان انا هعمل كنترول تي، او لو انت عايز تجيبها مانوال تمام، هتيجي عندك هنا هتلاقي في اللي هي ترانسفورم، هتلاقي هنا عندك الايه ترانسفورم، او اللي هي الفري ترانسفورم، هنا كنترول تي. فكنترول تي يعني انا بفضل طبعا شورت كات، عشان انت بعد كده يبقى شغلك كتير وهتستخدمه كتير، فطبعا الموضوع ده هيبقى اسرع. فانا عملت كنترول تي. دلوقتي انا لو عايز اعمل لو عايز اكبر او اصغر اعمل ايه؟ لو انا عايز اكبر بالنسبه وتناسب، فانا هضغط شيفت وهبدا ايه اشد يمين اشد شمال من هنا او من هنا عن طريق الانكور هنا في السنتر هنا، وبعد كده اعمل اللي انا عايزه. انا عايز اكبر شويه البوكس كده، عايز الشيب ده عايز اكبره، عايز اصغره بالشكل ده كده. طيب ده بالنسبه للنسبه والتناسب. طب انا عايز اعمل يعني عايز اعمل حاجه يكون فري، يعني ان انا احرك اعمل ترانسفورم فري، فاعمله ازاي؟ خلاص انت بتشيل الشيفت، بتشيل ايدك من على الشيفت خالص، ويبدا حرك زي ما انت عايز من اي اتجاه، صغير كبير بالشكل ده كده، مفيش اي مشكله خالص. طيب انا بقى لو عايز اعمل روتيت، اما ان انت هتيجي من هنا رايت كليك هنا وتعمل روتيت، او ان انت يعني كل الحاجات دي موجوده، انت رايت كليك بتلاقي الحاجات دي، او ان انت هتيجي من هنا الروتيت وتبدا ايه تلف زي ما انت ايه عايز. وهي طبعا بتلف حوالين السنتر، فيعني لازم نركز في الموضوع ده. طيب في حاجات تانية، في حاجات تانية، في عندنا سكيو، في ستارت، في برسبكتيف، في وارب يعني. طيب انا الروتيت، لو انا عايز اعمل روتيت 180 درجة، عايز اعمل روتيت 90، عايز اعملها افق، عايز اعملها راسي، زي ما انت عايز. لكن الحاجات السكيو ستارت وبرسبكتيف دي، الحاجات دي هنستخدمها بعد كده ان شاء الله قدام، بس انت يعني خليك في البيزكس دلوقتي، لان الحاجات دي بتستخدم بعد كده في الناس اللي شغاله بوست برودكشن، والحاجات بتستخدم في الباترن والحاجات ديت، فما تقلقش من الموضوع ده. فدلوقتي احنا خلاص، احنا زي ما قلنا احنا خلاص، انا كنت بحاول ان انا اوضح لك الفكره دي، لان دلوقتي احنا هنستخدمها في التكست واحنا شغالين عليه، سواء نكبر نصغر نعمل له روتيت، يعني زي ما احنا عايزين يعني. فالموضوع يعني فير جدا ان انا حبيت ان انا اوضح النقطه ديت علشان ما تلاقوش صعوبه. بس كده خلينا خلاص نخفي اللير ده ونيجي بقى على الايه، على اللير. في نقطة، انا دلوقتي لو يعني الدنيا عندي هنا في ليرات كتير برضو، انت عايز تجيبه من هنا هتلاقي يعني هتلاقي اللير موجود هنا، خلاص انت بتجيبه بتسلكت عليه خلاص، وبالشكل ده كده. طيب تعالوا نطبق بقى. انا لو عملت كنترول تي وعايز اكبر الخط بتاعي بالشكل ده كده، شايفين ايه اللي حصل؟ كبر معايا الخط. طب انا عايز اعمل له روتيت، عايز اعمل له روتيت بالشكل ده، خلاص انت بقى موجود معاك بالشكل ده. طيب عايزين نعرف تاني ايه في الخطوط. في زي ما قلنا قبل كده في المحاضره التعريفيه، ان انت في هنا كنترول، في هنا التول بوكس، وفي هنا الكنترول بوكس. فمجرد ان انا يعني لما اضغط هنا بيظهر لي ايه بالشكل ده كده. فانا لو جيت هنا اعمل هنا دبل كليك هيجي لك بالشكل ده كده. طيب اول حاجه احنا عايزين نعرفها الخطوط، ماشي؟ يعني الخطوط بتاعتنا طبعا ملحوظه، ادوبي في ديفولت للخطوط نازله، لكن لو انت عايز تنزل خطوط الموضوع سهل جدا. انا هسيب لكم ملف، لما هسيبه في الوصف ديسكريبشن، او هسيبه في الكومنتس اللي هي التعليقات تحت، ملف كده ممكن تحملوه، او كمان انت ممكن تكتب فري داونلود مثلا فونتس، فهتلاقي كتير جدا سواء انجلش او عربي يعني، فما تلاقش.
طيب السؤال اللي اكيد بيدور في ذهنك دلوقتي، انا بعد ما انزل الخط هسطبه ازاي؟ فالموضوع بسيط جدا، تعالوا نشوفه كده قبل ما نبدا نشوف الخصائص بتاعه الخط ايه. فعندنا هنا بالشكل ده كده قدامك طريقتين، اما ان انت لو انت منزل خط واحد او خطين قدامك طريقتين. الطريقه الاولى او ان انت هتعملها تعمل رايت كليك هنا وتعمل انستول، او ان انت تفتح الخط نفسه تعمل دبل كليك عليه وتعمل انستول. مجرد ان تعمل انستول فبس. طبعا هو يعني انا جالي كده علشان هو يعني do you want to replace it، فانا اوريدي يعني هو موجود عندي، فاقول له يس خلاص اوكي، هو كده خلاص بالنسبه لي خلاص وخلاص. او الطريقه الثانيه لو انت منزل 10 خطوط مره واحده، مش هتقعد طبعا، الموضوع هيبقى بالنسبه لك مستفز جدا انك تقعد تمسك كل خط وتعمل انستول. فانت هتروح مسلك عليهم كلهم كده وهتعمل رايت كليك وهتعمل انستول لكلهم مره واحده. لو في خط اصلا متكرر عندك وانت ما تعرفش هيقول لك برضه يو وانت تو ريبليس ات، فانت برضه هتعمل له ايه يس او نو anyway يعني. تمام. بس نصيحه، ما تحاولش تنزل خطوط كتير وخلاص، لان ده ممكن يعملك بعد كده ممكن يتقلك البرنامج. فانت ادخل على المواقع واكتب وشوف بنفسك واختار الخط اللي انت شايفه مناسب للتصميم بتاعك. تمام. وده هسيب لكم ان شاء الله في التعليقات او في الوصف كرابط تحميل. نرجع لموضوعنا. انا اخترت دلوقتي نوع الخط زي ما احنا شايفين كده، في خطوط كتيرة جدا بالشكل ده كده، مثلا دين ماس تكست بالشكل ده. طيب عندنا هنا كمان اللي انت عايزه ريجولار ولا عايزه بولد، ولا يعني على حسب بقى الخط والبروبرتيز بتاعته وكده يعني. وهنا كمان الخط بتاعه الحجم انت عايزه، السايز بتاعك انت عايزه كام، عايزه 50 مثلا بالشكل ده صغر، او ان انت بتيجي هنا بتصغر او بتكبر الخط زي ما انت عايز. وعندنا هنا كمان لو انت عايز الخط شارب، عايز سموث، عايز سترونج، الحاجات دي كلها برضو موجودة كاوبشن زيادة. طيب انت الحاجات دي طبعا الحاجات دي بتاعه المحاذاه، يعني انت عايز الكتابه تبقى في المنتصف، ولا عايزها من تبدا من اليمين ولا تبدا من الشمال. ونيجي هنا بقى للنقطه برضو المهمه، ان انت عايز لون الخط ايه. يعني انت لما غيرنا هنا، لو جيت انت غيرت بالشكل ده هتلاقيه عندك باللون الازرق او باللون الاسود او باللون الاصفر، يعني ايه، كل واحد طبقا للتصميم اللي هو شغال عليه. ماشي اوكي. احنا دلوقتي طيب تعالوا بقى لنقطة مهمة جدا بالنسبة للناس اللي شغالة كمان في الاعلانات، او يعني الناس الهاوية. في ناس بتحب برضو تعمل شوية حاجات كده تظهر الخط بتاعها بشكلها كويس. انت اول ما هتشوف التي ديت يعني من شكلها كده ان هي فيها كيرف، يعني ان انت بتعمل اشكال وكده يعني. فانت لو ضغطت عليها بالشكل ده كده هيجي لنا ستايل هنا. ستايل هنا بقول لك اللي هو عادي، اللي هو الخط النورمال الطبيعي اللي انت كاتب بيه، او لو انت عايزه ارك شوف بالشكل ده كده. طيب هو كل بلاند مود يعني كل مود من الموجودين دولي بيكون ليه خصائص تحت في البند. يعني انت لو جيت هنا، لو بدأت انت تتحرك هنا كده، هتلاقي الخط نزل لتحت او طلع لفوق. وطبعا انا مش هقدر احكم عليك في الموضوع ده. انت لو في اي حاجة هنا، مثلا في صورة هنا دايرة مثلا معينة انت عايز تكتب حواليها، عايز تكتب جواها، انت عندك هنا الديستريشن بتاعتك، انت عايز تتخن في الاول ترفع في الاخر. يعني الحاجات دي كلها بقى ايه، يعني انت ممكن تبدأ تجرب فيها طبقا برضو للتصميم اللي انت شغال عليه وطبقا لرؤيتك في الشغل. في عندنا حاجات تانية في الاركلاور، في عندك الاركابر، في الارك، في البولج اللي هي الانتفاخ راح ضربة لفوق كده. تمام. في عندنا في شلاور، في شلابر، في فلاج شكل علم كده، في فيش، في رايز، في شاي، في فلات، في سكويز، تويست. يعني انت خلينا نشوفهم مع بعض كده، نجرب اهو. الرايز في الفيشاي ده في بالشكل ده كده، بتبدا برضو يعني كل حاجه بتبدا تغير فيها زي ما انت عايز، تكبر تصغر. شوف يعني هي تقريبا نفس البروبرتيز بتاعتها. في الانفليت بالشكل ده كده، كان يعني في حاجه يكون فيها عمق. وفي السكويز بالشكل ده كده. وفي عندنا اخر حاجه تويست اللي هي دي تعصرها، يعني تكبر بقى تصغر زي ما انت عايز. طيب نرجع لموضوعنا.
دلوقتي احنا خلصنا تقريبا الكتابة. تعالوا نشوف باراجراف. لو انا مش مجرد ان انا عايز اكتب عنوان، لا ده انا الموضوع اكبر من كده بكتير. انا عايز اكتب عندي A4 وانا شغال في كتابه، شغال في الطباعه، وحد قال لي معلش خد اكتب لي الحاجه ديت وانا عايز اكتبها على الفوتوشوب. انا ما بعرفش اشتغل وورد مثلا، او عايز اشتغل على الفوتوشوب وخطوط كويسه وحاجات شكلها حلو كده، فانا عايز اعملها وعايز تكون الدنيا متنسقه معايا. في الحقيقه الباراجراف ما بيشتغلش الا في مساحه عمل. طب ازاي الكلام ده؟ يعني انا لو جيت انا كتبت كده، ده ما بقاش باراجراف، ده بقى عادي خط عادي. ولكن لو جيت انا ضغطت هنا على التيل تكست هنا، ماشي، لازم اضغط كليك شمال هنا واشد لتحت. يبقى انا كده بعمل الاريا بتاعتي اللي انا هشتغل فيها، بشد لتحت، فبعمل مساحه عمل اللي هي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنكتب مثلا يعني هنكتب مثلا في مش عارف يعني احنا ممكن نكتب ايه، بس انا حابب برضو ان انا اوريكم حاجة. مثلا هكتب مثلا قوة مثلا، خلينا بس نكبر الخط، ممكن نعمله 30. تمام. قوة مثلا قوة الإرادة مثلا، قوة الإرادة. معلش انا مضطر ان انا هوقف الفيديو، نكتب الحاجات دي وارجع لكم تاني ونشوفها نشوفها مع بعض. تمام. وبكده نكون خلصنا بس جزء كده ان احنا نتعرف عليه علشان نبدأ نعمل فيه، نشوف هننسق ازاي. لو تلاحظوا ان الخطوط الخط حلو وشكله جميل وكل حاجة، بس المحاذاة هنا اللي فوق واللي تحت الدنيا هنا، لو انت هتكتب الجزء ده طبعا هيبقى كبير جدا، فلو لقيت ده داخل وده طالع فالصفحة ما بيبقاش شكلها لطيف يعني. فهنا مجرد ان انا بدخل هنا عندنا في الباراجراف، يهمني هنا بالشكل ده كده. لو احنا شايفين كده طبعا هنا دي المحاذاة، بتكتب من اليمين او بتكتب من الشمال على حسب. وهنا برضو نفس النظام. لو جيت ضغطت هنا ايه اللي هيحصل؟ لو تلاحظوا هتلاقي الدنيا ظبطت. يعني لو جيت رجعت تاني بالشكل ده كده، ولو جيت انا رجعت هنا ضغطت هنا بالشكل ده، لو انا عمال مثلا عايز اكتب يعني في المنتصف، يعني عايز اخلي اخر سطر يكون في النص بالشكل كده، هيكون الدنيا ظبطت شويه. طيب في نقطه كمان، ساعات انت ممكن تيجي تكتب بس انت شايف ان الفراغ الجاب اللي موجود ما بين السطور نفسه صغير او كبير. فعندك هنا في اوبشن هنا انت ممكن تتحكم فيه، وده اهمهم، ان انت لو عايز تزود الفراغ بالشكل ده كده هتلاقي هنا تعمل كنترول لو انت جيت انت شغلت بالشكل ده كده، هتلاقي الدنيا السطور بتوسع يعني ما بينهم بيوسع. لو جيت صغرتها هتلاقي بص شاف الشكل بقى وحش ازاي. فانت بقى الحاجات دي بتيجي بالسنس بقى، وعلى حسب ما انت التصميم بتاعك وانت شايف ان المناسب يبقى 31 بت ولا اكتر ولا قليل زي ما انت حابب. وبالشكل ده يكون يكون منسق، يكون ما فيش حاجة سابقة حاجة، ويبقى شكله برضو لطيف كده. لو انت عايز تغير انت الخط ده بالشكل ده، يبقى مثلا عملته احمر بالشكل ده. طيب في نقطة احنا اخدنا قبل كده في اللاير ستايل، في لما اخدنا في ازاي ان انت تعمل الظل او تعمل ستروك او الحاجات دي كلها ازاي، برضو احنا خلاص بقينا يعني لو انت متابع معانا فاوريدي انت هتعرف تعملها. دبل كليك هنا هتلاقي برضو ليه نفس الخصائص، نفس اللاير ستايل، نفس المود، نفس الافكتس، نفس كل حاجه. فهنعتبر دلوقتي ان احنا عايزين نعمل دروب شادو مثلا للخط ده مثلا بالشكل ده كده. انت زي ما احنا شايفين كده عملنا، او عايزين نعمل مثلا ليه ستروك مثلا بالشكل ده، وعايزين نشيل الدروب شادو. فيعني يعني طبعا على حسب الخط وعلى حسب حجم الخط طبعا انت بتشوف. فانا لو عملت سبته الدروب شادو وجيت قللت شفت او زودت، وطبعا الافكتس اللي انت عارفها. يعني لو شلت هنا الدروب شادو شوف ده قبل وده وده بعد، طبعا بيدي الحاجات دي برضو بتديك لمسة كويسة. والكتابة بالانجلش هي نفسها الكتابة بالعربي ولكن بالانجلش. ولكن خلينا تعالوا نشوف
نكتب الانجليش ازاي. دلوقتي انت لو عايز بدل ما تقعد تعمل تكست وتروح وتيجي، انت عادي ممكن تيجي من هنا تختار ده كده وتعمل، لو ضغطت الت وشيفت هينزل لك بالشكل ده تحت هنا كده، تمام. هياخد نسخه، يعني الالت بتاخد نسخه، او لو انت عايز الت فري كده زي ما انت عايز تحطها في اي مكان زي ما انت حابب. فانا لو افترضت ان انا خدت الجزء ده كده وعايز اكتب انجلش، الت شيفت وهتكتب زي ما انت عايز بقى، يعني زي ما انت حابب. لو انا كتبت مثلا كتبت ستيب مثلا، ستيب تيوب مثلا بالشكل ده كده. طيب انا لو عايز بقى ابدا اغير بقى في الخط نفسه، خلاص انت عندك هنا بالشكل ده كده. لو انت طبعا عايز تكبر الخط فخلاص بالشكل ده. طب لو انا عايز خط بالشكل ده كده، طبعا الخطوط دي برضو زي ما قلت لكم هي نفس الفكره برضو، هتدخل وتجرب وتشوف الفونتس اللي انت محتاج، عايزه بالشكل ده، عايزه بالشكل ده، يعني هتلاقي فيه كتير حاجات كتير هنا موجوده للفونتس. فتعالوا مثلا نجيب اي شكل، يعني ما تعالوا مثلا نجيب حاجه زي كده مثلا، يعني anyway يعني اي حاجه انت محتاجها بالشكل ده كده. وطبعا بتبدا تغير الفونتس مهمه جدا جدا جدا، واختيارك للفونت بيعكس يعني الذوق بتاعك في التصميم. فخلوا بالكم من الموضوع ده. اشوفكم الدرس الجاي على خير. سلام عليكم.